السلام عليكم. كنت كلمتكم قبل كده عن أولاما. في الفيديو ده نعرف ازاي نعمل برنامج بسيط يتكلم مع Large Language Models locally، يعني المودلز اللي نازلة على جهازنا عن طريق أولاما. ونعمل كمان واجهة البرنامج عن طريق مكتبة ستريملات، وهي مكتبة سهلة الاستخدام وبتعمل لك انترفيس جميل جدا. وكمان نتعامل مع SQLite داتابيز عشان نحفظ فيها المحادثات. نعمل مع بعض ابلكيشن شبه الشات جي بي تي، مع الفرق طبعا. الكود موجود على جيت هاب، احط لكم اللينك في الوصف. تعالى الأول نجرب الابلكيشن ونشوف بتعمل ايه. الأول قبل ما اشوف الابلكيشن، عايز اجيب المودلز اللي نازلة عن طريق أولاما. هقول أولاما ليست. دي المودلز اللي نازلة عندي، 1 2 3 4 مودلز. أول لاين هنا بيكتب لي النيم، الاي دي، السايز موديفايد، اسم الموديل، الاي دي بتاعته، السايز بتاعه، من كام يوم انا نزلته. المعلومات دي هستخدمها عشان نجيب المودلز عندنا في الابلكيشن. تعالى بقى نجيب الابلكيشن. دي الابلكيشن بتاعتنا. ده الدروب داون في المودلز. اختار الموديل اللي انا عايزه. بعد ما اختاره ممكن اختار محادثة معينة عشان اتكلم فيها مع الموديل. اجي هنا اكتب الكويري او الكويستشن او البرومبت اللي انا عايز اقولها للموديل. زي ما انتم شايفين هنا انا كاتب له مثلا 2x plus 4 equal 12. عايز اجيب قيمة الاكس. بيحل هو المعادلة وفي الاخر بيجيب لي قيمة الاكس. ده بالنسبة للموديل. ممكن اقول له مثلا عايز بايثون بروجرام، مثلا write a Python code that calculates the factorial، وادوس هنا send. يبتدي يران يكومينيكيت مع الموديل ومستني انا ريسبونس. ده جاب لي هنا النتيجة بتاعتي. ده الكود اللي هو كاتبه لي. ممكن هنا كمان اعمل كوبي، وهنا كمان لو استعمل الريكيرجن. ده بالنسبة للموديل الاولاني. ممكن اختار موديل تاني زي كود لاما واسأله نفس السؤال. والميزه لما تعمل انت برنامج بنفسك ان انت ممكن انت تحط السيناريو اللي انت عايزه. تمام، هختار برضو واقول له سند. وده كان رد كود لاما. طبعا الميزه كمان ان انا ممكن اعمل مقارنه بين اكتر من موديل ورده بيكون عامل ازاي. طيب هنكتفي بكده. المهم عرفنا عندي سايد بار، في هنا دروب داون للمودلز. هنا ممكن اعمل نيو سيشن، يعني محادثه جديده. وهنا بتعامل مع الموديل، بكتب البرومبت بتاعتي واقول له سند، وهنا كونفرسيشن هيستوري. تمام، اجدد حاجه بيكتبها في الاول. تعالى بقى نعرف ازاي نعمل حاجه بالمنظر ده. طيب انا هنا فتحت باي تشارت وقسمت الجزء اليمين عندي نصين، نص فيه البراوزر ونص فيه صورة للابليكيشن. هاجي هنا عند الفولدر دي اولاما كولكشن، هقول له نيو بايثون فايل، هسميها اولاما كلاينت. ما تنساش في الكوماند لاين في التيرمينال هقول له دلوقتي بيب انستول ستريملت. تمام، دي ما ننساهاش. انا عشان منزلها هبتدي اعمل امبورت على طول. هقول له دلوقتي import streamlit as st. ده المتعارف عليه. import SQLite، import subprocess، import requests، آخر حاجة import JSON. تعالى نعمل الانترفيس الأول. الجزء اللي على الشمال ده السايد بار، وهنا ده اسمه تايتل وده اسمه سب هيدر. أول حاجة من غير ما أكتب أي حاجة هشغل الأبلكيشن دي، فهاجي هنا وأقول له streamlit run. بس أول حاجة أتأكد إن أنا في نفس الفولدر، هقول له cd ollama collection. بعد كده أجي أقول له streamlit run اسم الأبلكيشن اللي هي ollama client. هيفتحها لي في براوزر، بس انا هفتحه عندي هنا عشان يكون باين عندي. هقول له دلوقتي نيو تاب وادوس انتر. جاب لي الابلكيشن فاضيه. جميل جدا. هاجي هنا اقول له st دوت تايتل ولاما كلاينت. هنا بيعمل واتشنج، يعني بيشوف انا غيرت في ايه عشان هنا في البراوزر يحس لو انا غيرت ولا لا. ممكن هنا اقول له always run، يعني اي تغيير انا اعمله على طول اعمل له ريفليكشن او اعدله. هنا كتب لي التايتل. جميل جدا. هاجي بقى في السايد بار. الموضوع ظريف وسهل جدا. هقول له st. تعالى كده نقول له سايد بار st دوت سايد بار دوت. بعدين هكتب له سب هيدر سيلكت موديل. لو دوست سيف عندي، لو دوست مثلا كنترول اس او كوماند اس على طول بيرفلكت هنا.
طيب جميل. بعد كده عايز اعمل دروب داون ده. الدروب داون ده بياخد ليست، فتعال نجرب كده نحط له ليسته ستاتيك. هقول له مثلا مودلز ايكوال، هعمله ليست مثلا كود لما، بعدين ديب سيك موديل، ديب سيك ماث، مثلا كوين. بعدين عايز اعمل الدروب داون ده، وهقول له دلوقتي اس تي. لو انا في سايد بار، في كل مره هكتب له سايد بار. انا اصلا لما ادوس دوت بيجيب لي كل حاجه انا ممكن استعملها، تمام، في ما لذ وطاب من الكومبوننتس. فهنا عندي حاجه اسمها سيلكت بوكس. لو فتحت القوس هيقول لي ممكن ادخل ايه. بالنسبه للليبل هقول له مثلا موديل، كوما، بعد كده الاوبشنز اللي عندي، كوما، هقول له موديلز. تعال نختار كنترول اس او كوماند اس، نعمل سيف. طالع عندي دروب داون. شوف مدى السهوله. بعد كده عايز اقول له create new session st.subheader، وبعدين هقول له دلوقتي create new session، بعدين هقول له st.sidebar.text input. هنا التكست input هحط له ليبل دلوقتي enter، اللي هو مكتوب هنا new session name. لو عملت save طلع لي التكست. ممتاز. احنا كده لغايه دلوقتي بنعمل بس شكل انترفيس. بعد كده عايز اكتب السيشن هيستوري، نفس الكلام، هاخد سب هيدر هنا واكتب له هنا سيشن هيستوري. سيف. نسيت اكتب سايد بار، سايد بار دوت. يعني انا لو مكتبتش سايد بار هيكتبه لي هنا في البادي، تمام. دي عباره عن راديو بوتنز، هحط لها لسته، وهقول له دلوقتي عندي سيشن ليست، هخليها الاول ستاتيك، بيساوي مثلا math 1 math 2 وازود 3 مثلا، وبعدين اعمل سيف. مش هعمل سيف، هكتب الاول دلوقتي st دوت راديو، اللي هي راديو بوتنز. هنا الليبل اللي هي كلمة choose a session، وهنا الاوبشنز. يبقى انا الليبل هقول choose a session والسيشن ليست. تعالى نعمل سيف، احطها برضو في سايد بار، اعمل سيف. شوف مدى السهولة ان انت تعمل الواجهة بتاعتك. طيب ممكن اقول له يختار مثلا الاندكس رقم 1، يبقى initially بيختار رقم 1، 0 1 2 وهكذا، تمام. خليها على الديفولت اللي هي 0. كده عملت السايد بار. تعال بقى نعمل الجزء ده. تعال نكتب له هنا session name equal ready button. تعال نقفل ده. فهكتب له هنا print session name. هعمل save. initially كتب math 1 لان دي selected. لو دوست هنا كتب لي math 2 math 3. في الحالة دي ready component بيرجع لي session name. طيب حلو جدا. يبقى السيشن نيم ده اللي انا هكتبه فوق هنا كلمة chat first، ماشي، اللي هي كانت دي. يبقى انا هاجي هنا وهقول له البادي دلوقتي st.subheader، ده عبارة عن سيشن نيم. كتب لي math 3 هنا، math 1 math 2. حلو جدا. بعد كده عايز احط text area، يبقى هقول له st.text area
الليبل بتاعي يو على اساس انت اللي هتكتب، وخلي الهايت مثلا 100. سيف. خلاص ظهر قدامي. عايز البطن اللي هو سند. طبعا انت متوقع دلوقتي كل حاجه، لان الدنيا سهله جدا. عندي في بطن سبميت هخليها سند. بقى عندي البطن اللي هو سند. تقريبا كده عملنا الانترفيس. بقيه الحاجات دي بقى هنجيبها عن طريق الداتابيز. بس هزود بس conversation history. يبقى هاجي هنا واحط له st.subheader، واحط له session history داش، وخلينا حتى نكتب اسم conversation، نحط هنا f عشان نعمل formatting، واجي هنا اقول له session name. save. خلاص حط لي دلوقتي session history واسم السيشن او الايه selected session. تعال نغير دي نخليها selected session. right click refactor وهقول له selected session. جميل جدا كده، عملت الانترفيس زي ايه البرنامج بتاعي بالظبط. تعالى بقى تاني خطوة. تاني خطوة بقى ان انا ابتدي اشيل المودلز دي اللي انا حطيتها ستاتيك واجيبها دايناميك. زي ما شفنا في الكوماند لاين بكتب له اولاما ليست بيجيب لي كل المودلز. هاجي هنا بعرف شوية functions. helper functions. تعالى اول نعرف له get available او اولاما مودلز. هقول له try. هشغل sub process اكني بفتح التيرمينال بالظبط، واقول له run. ماشي الاوتو كومبليت. هقول له run اولاما list. الارجمنت بتاعي list. اكني كتبت له دلوقتي اولاما list. sub process دوت run اكني كتبت له اولاما list. اكتب له بس شويه بارامترز كمان. هقول له capture output عشان اجيب الاوتبوت equal true text equal true عشان يرجع لي التكست المكتوب اللي هي الليسته بتاعه المودلز. وبعد كده هدوس انتر. تعالى نكتب print results عشان نشوف هيرجع لي ايه. هنا بيقترح standard output اللي هو طلع لي في التيرمينال. بعد كده هقول له exception print no llama models found. تمام. تعالى نرن كلير هنا، وهنادي على الفانكشن دي لسه ما نديتش عليها get available او get llama models. هعمل سيف. بص هنا تحت جاب لي ايه؟ جاب لي المودلز اكني شغلتها في التيرمينال بالظبط. ده اول لاين انا مش عايزه. بعد كده عايز اجيب النيم بس من كل سطر. هقول له دلوقتي lines اللي عندي تحت بتساوي result dot std out dot strip عشان اشيل spaces dot split باللاين. يبقى هجيب لي line by line. بعد كده ممكن اقول له lines بتساوي lines واعدي اللاين الاولاني مش عايزه اللي هو فيه الليبلز النيم والاي دي والسايز والموديفاير. خلاص انا جاهز اجيب المودلز بقى. هعدي على لاين يبقى هقول له مودلز بتساوي ايه لاين دوت سبليت اوف 0 عايز اول element for line in lines. لكل لاين اعمل سبليت وهات لي اول جزء منه اول بارت اللي هو النيم ده. تعال نقول له return models. وتعالى نعمل run. هعمل سيف دلوقتي.
دوست بالغلط. طيب عملت ريتيرن، هعمل هنا برنت عشان اشوف بس هيرجع لي ايه. هعمل سيف. حلو جدا، رجع لي بس اسم الموديل. سيبك بس من الكاركترز دي، رجع لي هنا اسماء الموديلز. يبقى انا كده رجعت الليست. ماشي، يبقى هشيل ده كده وهقول له انادي على الفانكشن. اول ما ناديت عليها هيرجع لي المودلز، يبقى انا هقول له مودلز بتساوي جت اولاما مودلز بدل الاستاتيك ده. هشيل دي كده واحط دي بدلها. يبقى دي اول حاجه دايناميك جبناها. تعالى نعمل سيف، وهنا جاب لي المودلز. حلو الكلام. تعالى بقى نحتفل st.balloons